السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تمرينات الدرس الأول على الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية، ترم أول منهج جديد، صفحة 88 و 89. فيا ريت قبل ما نبدأ الناس تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل أكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. سؤال مع اولاد نص الاستماع، وجايب لي هنا نص الاستماع على شكل listen and complete. هنترجم ونجاوب على الاسئله دي. بيقول لي هنا are bears، هل الدببه حيوانات wild يعني حيوانات بريه or pet او حيوانات اليفه؟ طبعا الدببه اولاد هي حيوانات بريه، فاحنا هنكتب هنا كلمه wild يعني حيوان بري. رقم 2 what kind، ما نوع of fur الفرو do bears have اللي عند اولاد الدببه؟ طبعا الدببه عندها thick fur يعني عندها فرو سميك، يبقى هنا اولاد هكتب thick fur. رقم 3 why are bears dangerous، لاولاد الدببه حيوانات خطيره جدا، طبعا لان هم عندهم sharp claws عندهم مخالب حاده، يبقى هنقول because they have لانهم لديهم sharp claws يعني مخالب حادة. رقم 4 what is the name of the baby bear ايه اسم اولاد البيبي بير او الدب الصغير اللي لسه مولود البيبي؟ طبعا اسمه كاب، بكتب هنا كاب. نيجي بقى اولاد لاسئله التشوز. اول واحده بيقول لي the knot is the king هو الملك of the jungle land للغابة أو للأراضي بتاعة الغابات. طبعا الملك هو إيه يا أولاد؟ طبعا الأسد هو ملك الغابة، يبقى أقول the lion. 2 the giraffe الزرافة هذا نقط قوط، عندها إيه يا أولاد؟ قوط معطف. طبعا المعطف أو اللي هو الجلد بتاع الزرافة يا أولاد عامل إيه؟ طبعا منقط باللون كده بني، في حاجات بني ونقط كده، فهقول عليه إن هو طبعا spotted يا أولاد يعني منقط. 3 the elephant الفيل its trunk to drink water يعني بيقول ان هو بيستخدم الترانك اللي هو الخرطوم بتاعه او الزلومه عشان يشرب بيها ميه to drink water. طيب الفيل يا اولاد مفرد ولا جمع؟ طبعا مفرد، يبقى نحط للفعل اس، يبقى اقول uses يعني بيستخدم. 4 some animals بعض الحيوانات تقعد thick fur يعني فرو خشن او فرو سميك. طبعا بعض الحيوانات بيبقى يكون عندها او لديها طبعا thick fur، يبقى اقول some animals اولاد. عندنا هنا doesn't have وعندنا don't have. animals حيوانات جمع يبقى استخدم don't وبعد كده احط have يبقى اقول don't have. بعد كده رقم 3 read and complete. هنا بيقول لي climb يتسلق، close يغلق، park حديقة، guide يعني مرشد، وvisitors يعني زوار. هنا بيقول لي my father's job وظيفة والدي is very interesting وظيفة شيقة. he is a forest هو ايه forest يا ولاد؟ غابة، يبقى اكيد شغال forest guide يعني مرشد في الغابة. he works in a forest هو بيعمل في الغابة ايه يا ولاد؟ طبعا هنا يبقى he works in a forest، طبعا بيشغل في الغابة ان هي في الفورست بارك طبعا يا اولاد اللي هي منتزه الغابة، بداية تكون رقم 2. بعد كده بيقول لي there are a lot of animals there في حيوانات كتير هناك. his job وظيفته is to show ان هو يورينا ايه the animals الحيوانات، طبعا عشان ان هو شغلانته دي كده يا اولاد ان هو مرشد، يبقى هو هيوري الفيزيتورز اللي هم الزوار طبعا على الانيمالز الحيوانات. بعد كده بيقول لي many people كثير من الناس visit the forest park بيزوروا طبعا منتزه الغابة ده to enjoy watching عشان يستمتعوا بمشاهدة the animals up طبعا عشان يشوفوا الحيوانات up ايه يا اولاد؟ طبعا up close عشان يشوفوا الحيوانات عن قرب او عن قريب، تبقى هنا up close. بعد كده يا اولاد عندنا السؤال رقم 4 سؤال القطعة. بيقول لي هنا elephants الفيلة are the largest animal أكبر حيوانات on land على الأرض. They live in Africa بيعيشوا في أفريقيا and Asia وقارة آسيا. They have large ears عندهم أذن كبيرة and a long trunk وخرطوم أو ذلومة كبيرة. They use their trunk بيستخدموا الخرطوم ده to drink عشان يشربوا. Eat وياكلوا and spray water ويرشوا المية on their bodies على أجسامهم. Elephants الفيلة eat leaves بتاكل أوراق الشجر and grass والعشب. Elephants الفيلة can live up for بيعيشوا المدة أو تصل طبعا من 60 to 70 years من 60 ل 70 سنة. A baby elephant وزن الفيل الصغير اللي لسه مولود كان واي ممكن يزن لحد طبعا 120 كيلو جرام. طيب نشوف بقى عكس الكلمات والإجابات اللي عندنا. بيقول لي هنا the opposite عكس of the underline word الكلمة اللي تحت الخط اللي هي كلمة large كبير، عكس كلمة كبير أولاد طبعا قلنا كلمة كبير عكسها كلمة small يعني صغير.
التيل. elephants الفيلة use their بيستخدموا ايه to drink water عشان يشربوا المية. طبعا قلنا الفيل بيستخدم الترانك اللي هو الخرطوم بتاعه. بعد كده بيقول لي summarize، اول سؤال من اسئله الانسر. summarize the text in one sentence، لخص لي القطعه في جمله واحده. طيب هناخد اول جمله معايا يا اولاد اللي هي بتتكلم عن الفيله، اول جمله في القطعه خالص. هكتب كده هقول elephants are the largest animal on land، يعني من اول هنا لحد النقطه دي هقول ان الفيله هي اكبر حيوانات موجوده على الارض. طيب رقم 4 بيقول لي what do elephants eat، الفيلة بتاكل ايه يا اولاد؟ طبعا برضو الاجابة موجودة في القطعة، تعالوا نعلم عليها. هنكتب من اول هنا يا اولاد، هقول ان الاليفانتس الفيلة eat leaves بياكلوا اوراق الشجر and grass والعشب او الاعشاب، يبقى من اول النقطة دي لحد النقطة دي. نيجي بعد كده على السؤال رقم 5، سؤال الترتيب. اول واحده هنا بيقول لي جيرافس اللي هي طبعا الزرافات. مالها يا اولاد؟ طبعا هيجي وراها فعل يبقى هقول هاف، لديها ايه؟ طبعا لونج نيكس، يعني عندهم ارقاب او رقب طويل. الرقبه بتاعت الزرافه طبعا طويله جدا. رقم 2 بيقول لي ذا زيبرا، طبعا اللي هو الحمار الوحشي، يبقى هقول يا اولاد لديه، يبقى هاز a striped coat، يعني عنده المعطف بتاعه او الجلد بتاعه طبعا شكله مخطط. رقم 3 بيقول لي وات، هنا طبعا ده كويستشن سؤال، همشي بالترتيب، هيجي ورا فعل مساعد يبقى وات دو، بعد كده فاعل جيرافز ايت، يعني ماذا تاكل الزرافه. بعد كده زائد البانكتويت علامات الترقيم، جايب لي هنا كويستشن سؤال بادي بوان، اول حرف كابيتال حرف الدبليو، وطبعا ده سؤال يا اولاد هينتهي بكويستشن مارك، بيسال طبعا عن الاسود بتصطاد امتى. طيب هنا بيقول لي اتس اميزنج، طبعا دي جمله يبقى اول حرف كابيتال حرف الاي، وطبعا جمله هتنتهي بالفول ستوب. نيجي بقى للسؤال الاخير، سؤال الباراجراف. بيقول لي اعمل لي باراجراف اتكلم فيه عن يور فافوريت انيمال، حيوانك المفضل، باستخدام كلمه جيراف اللي هي الزرافه، وليفز ورق الشجر، وكوت يعني معطف. طيب خلاص يا اولاد، يبقى هنا هو عاوزني اتكلم عن الزرافه كحيواني المفضل. هنبتدي بجمله افتتاحيه زي ما متعودين، واول حاجه هقولها ان I love animals، انا بحب الحيوانات. My favorite animal is the giraffe، يعني حيواني المفضل هو الزرافه. لا يا اولاد هقول ان هما they have long neck، الزراف بيكون عندهم طبعا long necks، يعني عندهم رقب طويل، and legs، وطبعا اقدام بتاعتهم برضو بتكون طويله جدا. طيب بياكلوا ايه؟ هقول ان هم they eat، يعني هم بياكلوا طبعا large او سوري leaves اللي هي اوراق الشجر and grass والاعشاب اللي بتكون موجوده على الشجر. ايه تاني يا اولاد؟ هقول برضو ان هم they have spotted coats، يعني هم عندهم معطف يا اولاد، او الجلد بتاعهم بيكون منقط او في الكثير من النقاط. خلاص كده طبعا يا اولاد يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، واتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.